يابانية عائلية اعتمادية والتفويلة بتمشيك بدل ال 500 كيلو 900 نيسان اكس تريل. هو بصراحة 1000 كيلو مش 900 بس دي بس لزوم القافية اللي يقول لك أمير الشعراء أحمد شوقي يقول له خلاص بقى أحمد سفر. العربية دي بتحقق لك معادلة صعبة مش موجودة خالص في الفئة دي، عشان كده لازم نبدأ بالإمكانيات. أنوار ال اي دي، كاميرات 360 ورادارات أمامية، جنط 19 تو تون، بلايند سبوت، اي باور، هنشرحها بالتفاصيل كمان شوية. عندك كيلس انتري وازاز خلفي متفيش، سقف بانوراما، كراسي جلد، كهرباء، ديجيتال ديسبلاي، هيدز اب ديسبلاي، شاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وايرلس تشارجر، امبيانت لايتس. الحته دي كلها في الخشب، وعندك مساحات تخزين تحت. من ورا عندك ستاير، المساحات هنا كويسه جدا، فتحتين تكييف ورا ونفق الفتيس صغير قوي. العربيه 7 سيتس، في كرسيين كمان ورا بس انا بصراحه مش قادر اجربهم، بس هم مناسبين للاطفال او البنات القصيره اللي في كروب توب اللي في 0.9 دول. شنطه كهرباء مساحتها 480 لتر، ولو الكراسي الاثنين دول طالعين تبقى حوالي 100 لتر. نخش على الحته الصعبه. العربيه دي بتيجي بنظام الاي باور. بيشتغل ازاي؟ عندك موتور بنزين وموتورين كهرباء. دور الموتور البنزين ان هو يولد طاقه للموتورين الكهرباء. يعني العربيه دي مش عربيه هايبريد اللي هو شويه الموتور البنزين بيشتغل وشويه الكهرباء، لا هنا الكهرباء بس اللي بيشتغل. فطبعا موتور البنزين دوره بس ان هو يولد طاقه، فاستهلاكه تحفه. واجمالي بقى القوه اللي كل القلق ده بيطلعه هو 212 حصان وفوق ال 500 تورك وتسارع في السبع ثواني. ومن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو التفاصيل، فالعربيه دي موجوده استلام فوري في اكستريم اوتو.